ان هو يتعالج على نفقه الدوله، وممكن نخرجه بره زي مش مثلا اللي كنا بنلاقي ان بعض الناس الفنانين والفنانات بل حضراتكم واصحاب النفوذ يعالجوا على نفقه الدوله وبالخارج. هذا الطفل هو ده امل مصر، ان ده بالنسبه لنا هو ده المستقبل، لازم نهتم بيه ان شاء الله. قول لي بابا اطمن، في ناس كتير جدا زينا زي ما قلنا الحركه النسائيه الحره والاراده الشعبيه الوطنيه وحركات كتيره جدا مجتمعيه هتقف معاك وتجيب حق ابنك، وابنك هيتعالج وما تقلقش. بشكر حضراتكم ونتمنى الشفاء ان شاء الله والشفاء وربنا يبارك فيكم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم وربنا يشفيه والده ان شاء الله. بعد اذن حضرتك يا استاذ سامي انا عندي اضافه. حضرتك قلت احنا بنطالب ب 6%، حتى لو احنا اكتسبنا ال 3% من الدستور الجديد المفروض يكون في رقابه بشريه، ان الواحد هو الرقيب على نفسه. احنا لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المفروض ان ما حدش رقيب على مدير المستشفى انه يتواجد ويقوم بدوره، ولا غير ضميره هو الرقيب عليه، ولا على الدكاتره اللي موجودين. هم فين الرعايه؟ طفل بالحاله دي من 8 شهور مفيش حد جنبه ولا دواء جنبه غير باباه ومامته اللي موجودين معاه في العنبر. فين الرعايه الصحيه؟ فين المكلفين على الرعايه الصحيه والاداره اللي موجوده في المستشفى؟ انا بطلب بس منك يا استاذ معلش، واحنا نازلين حالا بعد ما نخرج من هذا المكان او هذا العنبر، انا بستسمح حضرتك حاليا ان نلف على المستشفى كلها وتجد زي ما انت شفت احنا داخلين مفيش حد حتى يقول لك انت رايح فين. مش من انواع الاهمال، ولا بد ان يحاسب. كل من يهمل لابد ان يحاسب، كل من يقصر لابد ان يحاسب. كان يخص مستشفى طويله عريضه خدت بال سعادتك وداخلين فيها بقى لنا 8 ساعه مش عارفين اوضها فين ولا مين يقابلنا، حتى لا يوجد حتى بواب حتى يقابلنا ولا حتى انسان عادي يقابلنا. المتواجد الوحيد داخل مستشفى حميات بيحصل فلوس التذاكر بس. العنبر الثاني اللي احنا دخلناه غلط، اهل المرضى هم اللي قالوا اصل ده مفيش حد بالليل ما بيبقوش متواجدين، وانا اشك انهم يكونوا موجودين بالنهار كمان. مستشفى بالحجم ده ما فيهوش ولا دكتور ولا ممرض ولا تمرجي ولا رقيب